بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلي على الحبيب قلبك يا طيب. أول شيء نعتذر عن الانقطاع اللي كان نوعا ما طويل. ظروف خاصة وظروف عامة، أنتم عارفين حالتنا يعني الأيام هذه وش رانا عايشين، أنتم تعرفوا إحنا نعرف. قضية أنه قناتنا قناة لحوم، قناة معرفة، قناة نعلم الناس كيف يقطعوا، كيف يجهزوا، فن الجزارة، يعني عالم الجزارة، عالم اللحوم. وكذلك قناة هذه فيها نصائح للغربة هنا في بريطانيا، أو نصائح عامة، وكذلك هواياتنا الخاصة، تسلق الجبال، الهايكينج، كلايمينج، الكامبينج، هذه الأمور. جاءت طوفان الأقصى وانقطعنا، يعني حشمة ومناصرة لإخواننا المستضعفين في غزة. القناة كانت ماشية ما شاء الله، كانت طالعة مليح مليح مليح. من بعد يعني تأثرت بعد ما صرنا ننشر إلا على إخواننا، كل يوم ننشر على إخواننا المستضعفين. فيديوهاتي من أكتوبر حتى الآن كلها على إخواننا، يعني ما عنديش رغبة أنه أنشر أمور على اللحوم، على حياة الغربة والأمور، وإخواننا في ضيق وفي بلاء، يعني حشمة وحياء منهم. اللي صار أنه القناة يعني تقلصت ونزلت كثير، وإدارة الفيسبوك واليوتيوب يعني حاربونا، بما أنك تنشر دائما على القضية وعلى إخوان المستضعفين، يحاربوك ما يخلوكش. صارت شبه منعدمة، وأعطوني إنذارات كثير، وكانت يعني قريبا أن تقفل، واحتمال يعني تقفل، واحتمال أن أعمل وحدة ثانية احتياطي. المهم أنه الناس كثير سألونا بالرجوع، أيام عيد جاية، وأسئلة ورسائل كثيرة من عند الناس المتابعين سألونا أنك أرجع، قال لك أرجع، عملنا فيديوهات عن اللحوم، تقطيع الخرفان، أيام عيد. وقبلنا نوعا ما أنه نرجع. احتمال راح أرجع أعمل فيديوهات عن اللحوم. ربما نعاود بس نشر الفيديوهات القديمة، لأنه ما عنديش وقت كثير، وقتي ضيق، بما أنه حسب العمل له أيام هذه ضغط شوية. لكن راح نرجع، واللي يحتاج أي حاجة عن اللحوم، عن فن الجزارة، عالم الجزارة، يرجع لما ما قبل أكتوبر. يعني فيديوهاتي الأخيرة كلها على غزة، لكن اللي يروح من قبل أكتوبر يلقى كل فيديوهات غير على اللحوم، وراح يتعلم كثير. والحمد لله الناس تواصلوا معنا، تعلموا من هذه القناة كثير، شكرونا، ونسأل الله القبول. القناة هذه ما فيها أي فائدة، أي دخل، إلا الدعاوي على الخير، وإلا الدعم المعنوي. وإن شاء الله يجعلها علما ننتفع به، وصدقة جارية لينا والوالدين ولكل من نشر هذه المعلومات. عجبتك القناة؟ انشر المعلومات، بارك الله فيكم. أعينونا حتى ترجع القناة لما كانت فيه. رجوعي يعني راح يكون شبه ماشي كامل 100%، لأنه ما زلت قلبي مانيش حايب يعني نرجع بقوة كما كنا، وإخواننا مازالوا مستضعفين. لما توقف الحرب إن شاء الله نرجع بصفة جيدة أحسن إن شاء الله. إذا نرجع إلى العمل بعد ما تهدى الأمور على إخواننا في غزة. إخواني اللي يحتاج أي حاجة يرجع القناة وين كانت في أكتوبر. أدخلت من فيسبوك تاني القناة تاعي، لقيت آخر منشوراتي تبان عند بعض الناس أكتوبر، ما كان حتى حاجة، وأنا كل يوم نحط على اللي صاير. لكن الحمد لله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. كل عام وأنتم بخير، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.